أهلا بيكم. ما زلنا في عصر الدولة القديمة وما زلنا مع الأسرة الثالثة. هنتكلم النهاردة عن خليفة زوسر، الملك اللي جه بعد زوسر. الملك سخم خت. الملك سخم خت. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الملك زوسر أو جسر، وعرفنا ان فترة حكمه كانت فترة زاهرة وكانت فترة زاخرة بالآثار العظيمة. والنهاردة هنتكلم عن سخم خت. والأستاذ أحمد فخري في كتاب مصر الفرعونية انفرد بمعلومة مش موجودة في بقية الكتب، قال ان سخم خت يبقى ابن زوسر. ويبدو ان اسم سخم خت ده بيفكرنا بنتر خت. نتر خت ده هفكركم بسرعة انه كان الاسم الحوري للملك زوسر. سخم خت بقى ده شبهه كده، فتقريبا هو ده الاسم الحوري برضو مقارب ليه، وربما يكون ابنه فعلا، على اعتبار ان احنا اتفقنا ان الحكم في مصر لما مينا أسسه على مبدأ وراثي. في كتاب مصر والشرق الأدنى القديم، مصر من فجر التاريخ إلى قيام الدولة الحديثة للدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم، أورد معلومة مهمة جدا عن سخم خت هي اللي كشفت عن شخصيته. إن في عام 1951 اتجدد الاهتمام بمنطقة سقارة أثر كشف قام به المرحوم زكريا غنيم كبير مفتشي المنطقة، إذ وفق لرفع الرمال عن مصطبة لم تكتمل يحيط بها سور لم ينتهي العمل به، تشبه في طرازها مصطبة الهرم المدرج. من هنا اعتبروها إنها من نفس العصر، أو هي من عصر لاحق مباشرة لعصر بناء الهرم المدرج على يد زوسر، ولم يتح لصاحبها أن يكملها لسبب أو لآخر. يبدو أن فترة حكمه مثلا كانت فترة، يعني هم قالوا أن هي فترة قليلة جدا، فما اكتملش بناء المقبرة. وقد لوحظ عند رفع الرمال عنها وجود مئات المقابر فوق أكوام الرمال المحيطة بها والتي تغطيها، مما قد يشير إلى تقديس صاحبها. وقد عثر بها على عشرات الغرف والممرات المليئة بالأواني المشابهة للأواني التي عثر عليها في ممرات وسراديب هرم سقارة. احنا شفنا ان هرم سقارة كان فيه أواني كتير جدا، طبعا دي علشان الحياة الآخرة، يعني لقوا برضو أواني تشبهها، فطبعا ده خلاهم يعتبروها إنها من نفس العصر أو عصر وراء على طول. وعثر كذلك على أغطية من الطين تحمل اسم حوري هو سخم خت. طبعا السؤال اللي ممكن يلح علينا دلوقتي، ازاي هرم يختفي تحت الأرض في الرمال؟ يعني ممكن تمثال، ممكن إناء، مائدة، أي حاجة، لكن هرم يختفي تحت الأرض ده شيء غريب جدا. لكن الحقيقة إن دي أهرامات صغيرة، يعني الهرم ده كان هرم صغير لم يكتمل بناؤه، يا دوبك اتبنى منه جزء بسيط، وعشان كده كان سهل مع عوامل الزمن ومرور زمن طويل إن الرمال تخفيه، فما يبانش منه يعني إلا حاجات بسيطة. ومع الاكتشافات الأثرية والبحث والتنقيب بيظهر الهرم، وطبعا يبتدوا يفكروا ويدوروا الهرم ده بيخص مين من خلال الآثار اللي بيلاقوها جوه الهرم دوت. اقترح أحد الباحثين إن الاسم ده هو نفس الاسم اللي سبق ظهوره على صخور وادي مغارة، والذي كان ينسب خطأ نتيجة قراءة غير صحيحة إلى أحد ملوك الأسرة الأولى، ولكن أصبح من المؤكد الآن أنه واحد من عدة نقوش ترجع إلى عهد الأسرة الثالثة سجلت بها أسماء بعض فراعين تلك الأسرة الذين أوفدوا بعثات إلى شبه جزيرة سيناء لاستحضار الفيروز، ومن بينهم زوسر وسخم خت. يعني نفهم من الكلام ده إن الملك سخم خت كان على خطوات زوسر، مش بس إن هو كان حاول إنه يبني لنفسه هرم مشابه للهرم اللي بناه زوسر ولم يسعفه الزمن أو العمر، لا ده كمان بعت بعثات إلى سيناء للتنقيب عن المعادن هناك. يعني نفس الفكرة ونفس العمل اللي قام بيه زوسر. بعد العثور على هرم سخم خت الذي لم يكتمل،
استنتج الأثريون أنه أراد أن يبني بناء شبيها ببناء الملك زوسر، فاختار له مكانا قريبا منه، لكنه مات دون أن يتمه. وبدلا من أن نرى تقدما في العمارة عما بدأه إمحتب، نرى أنهم كانوا يقلدون ما شيده تقليدا متطابقا. نرى أيضا من الشواهد ما يدل على أن خزانة الملك لم تعد تحتمل الإنفاق الكثير. لم يتم ذلك الملك هرمه لا في تشييد المصاطب التي فوق بعضها ولا في داخل الهرم، كما عثر على تابوته فارغا عند الكشف عنه. ولكن مهما كانت نتيجة الحفائر حتى الآن، فإن هذا الهرم أضاف إلى معلوماتنا شيئا غير قليل عن طريق تشييد الهرم. من أهم ما عثر عليه عند حفر هذا الهرم وجود الطرق الصاعدة التي كانت تستخدم في بنائه. عثر عليها في أماكنها تكاد تغطي البناء نفسه، وهي الأتربة وشظايا الأحجار والرمال، ولكن بين حين وآخر نجد فيها طبقة أفقية من أحجار منحوتة نحتا غير دقيق. يحتمل جدا أنها وضعت في أماكنها كنوع من التبليط فوق سطح الأتربة. بعد دراسة هذه الطرق الصاعدة نرى بوضوح أنها كانت تزداد طولا وعرضا مع تقدم العمل. أما الطريق الصاعد الرئيسي الذي كان يستخدم لنقل الأحجار والمواد اللازمة للبناء على نطاق واسع، فإنه كان في الناحية الغربية من الهرم. الطرق الصاعدة دي طرق رأسية، هم كانوا بيستخدموها في نقل الحجارة من أسفل لأعلى، وكانت يعني تزداد طولها حسب حاجة البناء وعرضها كمان. يعني تكنولوجيا متقدمة جدا جدا زي اللي موجودة دلوقتي، وده يفسر ازاي هم عرفوا يرتفعوا بالهرم او بالاهرام الارتفاع الغريب ده. وده طبعا تطور غير عادي، فاحنا لسه بنتكلم عن عصر الدولة القديمة. يعني يقع المدخل المؤدي الى الهرم في نهاية دهليز على مسافة 24 متر من الضلع الشمالي للهرم. وعندما عثر العمال على هذا المدخل اعتقد أن هذا الهرم لم يتعرض لعبث اللصوص في العصور الحديثة، لأنه وجد المدخل مسدودا سدا تاما بجدار من الأحجار. ولكن لوحظ في الوقت ذاته أن نصف هذا الجدار مشيد بعناية كبيرة، ومن المرجح جدا أنه من البناء الأصلي. أما النصف الآخر فإنه يختلف عن ذلك ويظهر الإهمال في مبانيه، مما يرجح أنه فتح في وقت من الأوقات في العصور القديمة، ثم أعيد بناء الجزء الذي تهدم منه عندما دخله اللصوص. من المؤسف أن التابوت المرمري الذي عثر عليه في صحن المصطبة وجد فارغا، يعني جثة الملك ما كانتش فيه، وما زال الأثريين عندهم أمل أنهم يلاقوه، ورغم أنهم لقوا التابوت مقفول بإحكام. بعض الباحثين اقترحوا أن تكون المقبرة دي رمزية، لكن الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم قال أن المقابر الرمزية ملهاش مكان في سقارة، المقابر الرمزية في أبيدوس. فاقترح اقتراح كده أن المقبرة دي أعيد استخدامها في عصر متأخر، وأن أحد البارزين ارتأى، يعني كان رأيه أنه يتخذ من هذا الصحن مقرا أخيرا له، يعني يدفن فيه، وجهز فيه تابوت، ولكن لم يتح له أن يدفن في هذا التابوت، وربما كانت جثة الملك في مكان تاني. يعني أهم أثر معروف للملك سخم خت قبل العثور على هرمه في سقارة هو ذلك النقش الذي تركه في وادي المغارة على مقربة من نقش الملك زوسر. وكانوا بيعتقدوا خطأ أن صاحب هذا النقش هو الملك سمرخت من ملوك الأسرة الأولى. النقش اللي قدامنا ده بيعبر عن تأديب بدو سيناء. الملك سخم خت زي الملك زوسر بالظبط كان بيبعت حملات للبحث عن المعادن، وكان بيتعرض لها بدو سيناء، فكان بيتولى تأديب البدو دول بالظبط زي ما شفنا في حلقة الملك زوسر، وازاي هو برضو كان له نقش مشابه لده في تأديب بدو سيناء لتعرضهم لحملات التنقيب عن المعادن.
دي كانت كل المعلومات المتاحة عن الملك سخم خت، ويبدو ان هو حكم فترة قليلة جدا، اختلف عليها الباحثين، بعضهم قال 6 سنوات وبعضهم قال 9 سنوات، لكن يعني يبدو انها فترة قليلة جدا، لانه ملحقش يبني اكتر، يعني حتى يكمل المصطبة الاولانية السور بتاعها لم يكتمل. زي ما احنا شايفين الفترة اللي هو حكم فيها كانت فترة قليلة جدا جدا. ويعني ده كل اللي احنا قدرنا نجمعه عن الملك سخم خت، اللي هو كان على خطوات الملك زوسر، ويمكن ده اللي بيأكد انه ممكن يكون ابوه فعلا. بكده تكون حلقتنا خلصت، وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن ملك جديد من ملوك الأسرة الثالثة اللي خلف الملك سخم خت. وأترككم في أمان الله.